عمرك اتسرق منك فلوس او ذهب من غير ما يكون في اي دليل على السرقة؟ تفتكر مين اللي عملها؟ هل خطر في بالك ان حرامي ممكن يكون مش بشر؟ يعني ممكن مثلا يكون شيطان او جن؟ قبل ما تقولي اصلا هو الجن ممكن يسرق، وقبل ما انا اجاوبك تعال اقولك على كام حاجة من البداية. الجن ده ليه صلاحيات مختلفة عن البشر، ليه صلاحيات مش عندنا. ممكن يغير في صورتك، ممكن يقدر يفتن بينك وبين حد بتحبه، يقدر يخفي حاجات منك، يقدر كمان يسرقك. اكتر حاجة الجن والشياطين بتحب تعملها هي السرقة والتوقيع بين الناس. واكيد جه في بالك سؤال بيقول يعني هو الشيطان دلوقتي ممكن يبقى عايز ياخد حاجة من فلوسي بس يسرقها عشان يوقع بيني وبين حد بحبه؟ هقولك ببساطة ايوه، وتعالى اديك مثال على كده. بتسمع كتير عن حد اتشال منه فلوس او ذهب، بعدها بينام ويحلم بحد بيقول له فلوسك وذهبك في المكان الفلاني. المكان ده بيبقى بيت واحد من اعز الناس على قلبه. الشخص ده بيصحى من النوم ويروح على المكان ويلاقي حاجته بالظبط هي موجودة كلها. اللي بيحصل بقى ساعتها ان مش بيجي في دماغك غير ان فلان ده حرامي، وتبدأ تقطع علاقتك بيه، وكده انت بتبقى نفذت خطة الشيطان بكل حذافيرها. تعالى بقى اعرفك ايه اللي حصل وايه اللي ما كنتش شايفه من القصة دي. دلوقتي الشيطان والجن شاف علاقتك الكويسة بصاحبك ده، فقرر انه لازم يفتن بينك وبينه ويقطع علاقتكم ببعض، فقام سارق منك فلوسك وحطها عند صاحبك، وبعدها جالك في الحلم وعرفك مكان الفلوس. ولما رحت انت فعلا لقيتهم هناك، النتيجة كانت ان صاحبك طلع حرامي في نظرك، ومن هنا انت قطعت علاقتك بيه. كده الشيطان حقق غرضه الحقيقي، وهو انه يوقع بينك وبين صاحبك ده. اكيد دلوقتي انت بتسأل نفسك سؤال تاني، طب هو اصلا الشيطان يقدر يعمل كده؟ هقولك برضو ايوه يقدر يعمل كده. الموضوع ده مثبت بالدلائل، والشيطان فعلا سرق من ابو هريرة رضي الله عنه. طب احنا كده عرفنا ان الشيطان ممكن يعمل كده، ايه بقى اللي تعمله عشان تحفظ نفسك منه؟ بص يا سيدي، الشيطان زي ما ليه قدرة كبيرة على السرقة، هو برضو ليه حدود. يعني ايه بقى ليه حدود؟ يعني ببساطة الشيطان في حاجات ما يقدرش يسرقها ولا يقرب منها. وقبل ما تقولي ايه هي، تعال اقولك. بمجرد ما تدخل مكان وتسمي الله، يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم، انت كده بقيت في حفظ ربنا. الشيطان ما يقدرش يقرب منك. الحاجات المربوطة الشيطان ما يقدرش يقرب منها، الابواب المقفولة الشيطان ما يقدرش يقرب منها، الحاجات المغطية الشيطان ما يقدرش يقرب منها. طب تعمل ايه عشان تحفظ نفسك وحاجتك واهل بيتك؟ ببساطة لو عندك حاجة وخايف عليها، حطها في مكان واقفل عليها، وقبل ما تقفل قول اللهم اني استودعك اياها، يعني يا رب حاجتي دي امانة عندك، احفظها لي من شر اي حاجة. لما تيجي تعمل حاجة جديدة او تيجي تدخل مكان جديد دايما سمي الله. لما تيجي تنام اقرأ آية الكرسي، لانها بتحميك من شر الشيطان ومن اول ما تنام لغاية لما تصحى. يعني حتى لو عندك احلام وحشة بتيجي من الشيطان، آية الكرسي هتحميك منها. في كمان حاجة، المكان او البيت اللي شغال فيه سورة البقرة الشيطان والجن بيهربوا منه، فخليها دايما شغالة. خلاصة الموضوع ان الشيطان قادر يسرق منك ويوقع بينك وبين الناس، بس لو كنت انت فريسة سهلة ماشي على الله حكايتك من غير ما تحصن نفسك. لكن لو بتحصن نفسك كل يوم، مفيش اي حاجة هتقدر تقرب منك. سلام.